بدأنا من هنا وذاك العطل المفاجئ لكافة التحصينات والتقنيات الإسرائيلية إلى مشاهد هروب المستوطنين وتلك الصور التي غزت وسائل الإعلام العالمية سيما النساء والقتلى في الشوارع. وخلال 48 ساعة انتقلنا إلى مشاهد الإبادة والمسح الجغرافي لمخيمات وأحياء بكاملها في قطاع غزة، وحديث عن مقتل ما يزيد على 1000 فلسطيني وتهجير 200,000، ومن ثم انتقلنا لدعوة إيران ومحورها للتدخل العسكري. فهذه ساعة الحقيقة التي أشغلت بها شعوب المنطقة منذ 40 عاما، وهذا ما وعدت به فصائل غزة وزعاماتها. هذه لحظة الحقيقة، الحدود قريبة منكم. شهيد القدس، شهيد القدس. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين. لكن وبكل هدوء، هل كان بحسبانكم حقيقة أن إيران ستدافع عنكم؟ بمعنى هل كنتم مصدقين ومن كل عقلكم أنه من قتل مليوني مسلم سني في سوريا وهجر وشرد 14 مليونا سيأتي لنجدتكم؟ حسنا، دعكم من قتل وتهجير سنة سوريا والعراق واليمن، فلعل دماءهم لم تملأ أعين البعض. هذا ذراع إيران وزعيم ميليشيا الحوثي يعتذر لكم ويتمنى أن لو كان بجواركم للزحف بمئات الآلاف. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين. عندنا مشكلة في الجغرافيا. دعونا من حجة العائق الجغرافي. هذا خامنئي زعيم الحرس الثوري وفيلق القدس وعشرات آلاف العناصر والقادة الإيرانيين بجواركم في درعا والقنيطرة وسوريا عموما، يتبرأ منكم بأن لا علاقة لإيران بأحداث غزة وفلسطين. أما هذا فالحشد الشيعي العراقي وألوية الباقر والجواد وزينب والحسين وحيدريون والأقصى وأبو الفضل والمعصوم وبدر وذو الفقار والكرار والعباس التي لم تترك مدينة وبلدة سورية ترسل لكم أطيب التحيات وتخبركم بأن قلوبهم معكم، بل وحرقوا العلم الإسرائيلي لأجلكم. ونقول لهم قلوبنا معكم. هذه ميليشيا أسد بجواركم حشدت لكم مسيرات لأبناء القرى الموالية، ممن قتلوا بالسواطير آلاف المدنيين والأطفال في الحولة وبانياس والغاب والغوطة وداريا، بل وضربت ميليشيا أسد عدة قذائف على مرتفعات الجولان، بعضها سقط داخل الأراضي السورية وقذيفة في الحقول الزراعية الإسرائيلية. وعلى جواركم شمالا هذا حسن نصر الله وميليشياته التي دخلت المدن السورية بآلاف العناصر وارتكبت أبشع مجازر التطهير الديني على مدار 13 عاما، تبعث لكم أخيرا مقطعا لبعض الفتش تقابلها إسرائيل باستهداف بلدات جنوب لبنان السنية بالقنابل الفسفورية. وبالمناسبة عن وحدة الساحات التي وعدتكم بها إيران، هذه القنابل هي العامل المشترك الوحيد في حصد آلاف السنة في غزة وبلدات جنوب لبنان، مرورا بما يحدث الآن بإدلب وأرياف حلب على يد ميليشيات أسد وإيران. سقط القناع عن القناع. بكل هدوء أيضا، هل نسيتم كيف أسست إيران ميليشيا حزب الله، وكيف قضى الحزب على المقاومة الحقيقية من كافة الفصائل والطوائف اللبنانية قبل أن يقضي نصر الله على لبنان ويحوله لخراب حقيقي؟ الولي الفقيه الإمام الخميني. Between 2000 and 2005 أنتم تشاهدون نحن في الجنوب لا نفتح جبهة. حاصر حصارك بالجنوب. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، على ماذا تراهنون؟ على الفارسي الذي احتل 4 دول عربية وضرب عمقكم البشري والديني بقتل وإنهاك وتشريد ملايين السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين، أم تراهنون على صبيان المال الإيراني؟ شوفوا كيف تطورت الأحداث من عام 1946 للوقت الحالي. فاليوم كيف بنعرف إنه هيك رح يصير؟ شوفوا شو يعني الرسائل اللي بوجهها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين، الابتعاد عن المنطقة الفلانية مثل ما شايفين، والمنطقة الفلانية والبلوك كذا والبلوك كذا، راح يقسموا ويفصلوا غزة مثل ما بدهم، بما
يضمن هن خططهم هن يلي عم تتحقق. تهجير وتشريد في غزة، وفي ذات الوقت تشريد وتهجير في سوريا. والسؤال: هل تظنون بالفعل أن الإسرائيلي الذي تظاهر بشل أجهزته وقدراته ليس عنده علم؟ أم تظنون أنه لا اتفاق بين إيران وإسرائيل لاستخدام الأدوات وإعطاء أوامر التوقيت المناسب، كما تفجير أسد وإيران لحفل الكلية الحربية بحمص، ومن ثم عمليات الإبادة الجارية في إدلب وحلب؟ في حين هل نسيتم أن أمريكا التي سارعت لتبرئة طهران وأرسلت بوارجها لضرب غزة، ماذا قال مندوبها بريمر قبل 20 عاما حول إنهاء الوجود السني في المنطقة لصالح إيران وديانتها الشيعية؟ فنحن أسقطنا السيطرة السنية في بلاد الرافدين لمدة 1000 عام تحت الخلفاء والعثمانيين والبريطانيين والهاشميين. لم نعد نميز بين قصف إسرائيل لغزة وقصف ميليشيات أسد وإيران لإدلب وحلب، ولأن الأخطر أكبر مما نظن. انظروا للتوقيت وتزامنه، وانظروا للإبادة ومسح الأحياء والمخيمات الجارية في غزة إلى حين إفراغها. ولا يستبعد وفق تعليق البعض أن نشاهد في النهاية ما يشبه الزومبي الإسرائيلي بحق غزة وعرب فلسطين، مدعوما بذاك التجيش الإعلامي والعالمي. Thank you.